السلام عليكم. في الفيديو ده هقول لكم على جدول انا متاكده ان هو هيفيدكم، لان الجدول هيساعدكم تلموا المنهج اللي كان زمان ما ذاكرتوهوش لغايه دلوقتي، اللي هو الحاجات المتراكمه عليكم، وكمان هيساعدكم ان انتوا تذاكروا اول باول مع المدرسين. ازاي؟ تعالوا اقول لكم. الجدول ده عن تجربتي الشخصيه، ومن حوالي يومين عملته ونجح معايا. يعني مش من يومين، بصوا انا بداته يوم الخميس، كان ورايا مسابقه يوم الثلاث، فما كنتش عارفه اعمل ايه، فقررت ان انا هعمل جدول هينقذني، وكنت مسمياه جدول الانقاذ. انا عايزه اوريه لكم بس اخر الفيديو، اوكي؟ كنت مسمياه جدول انقاذ، فهقول لكم ازاي تعملوه. جدول ساعدني ان انا مش بس اذاكر عشان المسابقه، لا، ان انا اذاكر عشان الايام اللي هي من الخميس للثلاث معايا دروس، فانا محتاجه اذاكر الدروس اللي هاخدها في الدروس. فاهميني؟ المهم، هقول لكم على الجدول ده ازاي تعملوه بالتفصيل، وان شاء الله هيلم معاكم الدنيا قبل العيد، لان بعد العيد محدش هيعرف يذاكر، هتكون الدنيا دوشه قوي، وحوالي كده يومين هيضيعوا مننا. الجدول ده هيساعدكم تذاكروا عشان فتره العيد كده تكونوا يعني اخدينها بانبساط، مش حاسين ان في حاجه متراكمه عليكم. هتقعدوا قاعده رايقه كده، وهتجيبوا كل الكتب اللي هي المواد بتاعتكم وتحطوها قدامكم. كمان هتجيبوا اي نوت بوك صغيره عادي، مش لازم، ممكن تجيبوا ورقه عاديه، لان كده كده هنقطعها في الاخير، اصلا مش هنستفاد منها، لان مش هي دي الجدول هيبقى في ورقه انضف من كده شويه يعني. تبداوا ماده ماده، يعني مثلا العربي الفصل الاول انا ما ذاكرتهوش، او مثلا اخدناه في الدرس بس فايتني، او اللي هو مش مذاكراه كويس، فده متراكم عليا، فانا محتاجه ان انا اذاكره. هنعمل ايه؟ هتجيبوا في اي ورقه، هتجيبوا في الورقه دي، او في ورقه معفنه يعني شويه في ورقه عاديه، تكتبوا فيها الفصل الاول قصه، تمام؟ الدرس التاني عربي. دي الحاجات المتراكمه عليكم، اللي هو ما ذاكرتوهاش وخدتوها في الدرس عادي، او مثلا يعني مش مذاكرينها كويس. وهتعملوا كده في باقي المواد، تكتبوا مثلا في الرياضه فايتكم درس كذا وكذا وكذا، لغايه ما تخلصوا المواد كلها. وانا حرفيا ما كنتش متخيله ان انا كميه دروس فايتاني مش مذاكراها كويس، او مش مذاكراها اصلا. يعني انا بجد والله يا جماعه وحياة ربنا كان 27 درس في كل المواد طبعا، بس 27 درس ازاي؟ انا ما كنتش متوقعه اصلا. بس ده لان انا كنت بتمرقع طول السنه، يعني من اول السنه. دول كلهم، دول الدروس، ولسه كمان في دروس، ولسه في دروس تانية. لا مش هنا، دي، بس فكوكم اللي فوق هنا، لان دي مش حاجه تبع البتاع اصلا. فالمهم كتبت كل الدروس اللي فايتاني هنا، وكتبت كل الدروس اللي فايتاني ومش مذاكراها، والحاجات متراكمه يعني. ده عشان تلموا الحاجات المتراكمه. هل هنخلي حاجه تتراكم في الفتره اللي احنا بنذاكر فيها المتراكم؟ فهتشدوا خط في الورقه دي، هتشدوا خط اللي هو في الورقه اللي كنتوا بتعملوا فيها، وتبداوا تكتبوا الدروس اللي هتاخدوها خلال الاسبوع ده، اللي هو الدروس المستقبليه يعني، مش اللي هي الحاجات المتراكمه، لا، الدروس اللي انتوا هتاخدوها مع المستر او في المنصه او ايا كان. هاخد مثلا الفصل التاني قصة، زي ما قلنا الحاجة المتراكمة عليا، او الفصل قصة. هتكتبوا، تشدوا خط، وتبدأوا تكتبوا الحاجات اللي هتاخدوها خلال الاسبوع. الفصل التاني قصة، الدرس الرابع مثلا نحو، ايا كان، بتبدأوا تكتبوا الحاجات اللي هتاخدوها جديد عشان ما تراكموش. خلصنا ان احنا نكتب اللي ورانا، دلوقتي بقى هتشيلوا كل الكتب اللي قدامكم، تمام؟ ونفضى كده ونروق، وتبدأوا تكتبوا الجدول بروقان، بروقان. هتعملوا ايه؟ لو بعد ما خلصت لقيت الدروس اللي محتاج تذاكرها كلها بالمتراكم، واللي لسه هتاخده 21 درس، هتقسمهم على السبعة، مثلا كل يوم 3، او انا غلطانة؟ صح، 3. خلال كل يوم الاحد 3 دروس، الاثنين 3 دروس، التلات 3 دروس، وكذلك 7 ايام. بس في نقطة عايزة اتكلم معاكم فيها. انا بصراحة كانت تواجهني ان انا في مثلا درس هياخد مني وقت طويل، انا متأكدة ان هو هياخد مني وقت طويل، واللي هو صعب يعني، محتاج اللي هو حل عليه. هتخلوا في اليوم ده بشكل استثنائي، في اليوم اللي عليكم الدرس ده، درسين بدل 3 دروس. يعني انا الاحد مثلا مقررة ان انا هذاكر 3 دروس، والاثنين 3 دروس، ولكن الدروس بتاعه يوم الاحد اصعب من الدروس بتاعه يوم الاثنين. هتودوا درس من دروس الاحد عند الاثنين، لان الاثنين اصلا دروسه سهله، فانتوا هتحطوا درس من هنا تحطوا هنا. انا اتمنى ان انا اكون فهمتكم، بس يعني حاولوا تفهموني، انا اعتقد ان انتوا فاهمين يعني شويه. فبكده ان انتوا قسمتوها بذكاء، عشان مثلا اليوم ده ما تخلصوهوش وانتوا مش قادرين، المعلومات اصلا مش هتدخل دماغكم، حتى لو اجبرتوا نفسكم المعلومه مش هتدخل، لان دي الحاجات صعبه عليكم. بس اهم حاجه انتوا بتقولوا الدرس من هنا لهنا، من يوم ليوم يعني، يكون اليوم اللي هتودوه له، يكون اليوم اللي رايح له
سهل، الحاجات اللي عليه سهلة. كده الجدول بتاعنا خلص، والله خلال اسبوع هتخلصوا المنهج. ممكن سؤال يخطر في بالك وهو ايه لازمة الجدول؟ ايه لازمة الجدول؟ ما انا كل يوم احط تو دو ليست عليا واذاكرها وخلاص كده. لا، ال- الجدول هيخليكوا عارفين هتخلصوا ايه في الاسبوع ده. يعني هتخلصوا اول فصلين قصة، هتخلصوا كذا، هتخلصوا كذا، هينظم لكم مذاكرتكم اصلا. كمان في حتة في اللي هي تو دو ليست دي، ان انتوا بساعات بتأجلوا مهام النهاردة، يعني تذاكروا درسين وتأجلوا التالت لبكرة. انما الجدول ده هيخليكوا عارفين ان انتوا لو اجلتوا الدرس ده لبكرة ان انتوا بكرة هتذاكروا كده 4 دروس. فعشان كده الجدول هينظم لكم يومكم او هينظم لكم الاسبوع بتاعكم، وهيساعدكم ان انتوا تذاكروا الحاجه اول باول، لان عشان ما تراكموش اصلا المهام. يعني بجد احيانا كده الجدول هيساعدكم. وما تنسوش ان انتوا اخر الاسبوع بعد ما تخلصوا الجدول ده أم، تهادوا نفسكم حاجة او تطلبوا من حد في البيت. هو الاهتمام ما بيطلبش بس انا بطلبه بصراحة، يعني هتطلبوا من حد في البيت يجيب لكم هدية. ليه؟ مالكوش دعوة، انت هتجيب هدية انا هتجيب هدية، صح؟ خلاص. لو مهتمين بمحتوى ان انتوا تذاكروا ازاي والفلوجز وكده، ما تنسوش تتابعوني. يلا باي.